السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه حبايب قلبي؟ وحشتوني جدا جدا. الفيديو بتاعنا النهاردة اتطلب مني كتير جدا والله، وانا ما بسيبش البوتاجاز بتاعي لما بيبقى بالمنظر ده، ولكن بناء على طلبكم النهاردة انا هعمل معاكم الفيديو بطريقة عنايتي بالبوتاجاز، ازاي بنضف البوتاجاز المط اللي عندي، وكمان ازاي بنضف الكوش، وازاي بنضف البوتاجاز من غير ما استخدم المواد اللي هي سترس او المواد اللي هي الحامية على البوتاجازات، خاصة للي ما يعرفش ان البوتاجاز بتاعي الستانلس بتاعه مط هو لا جرمانيا، وكمان الكوش بتاعته اللي هي من النحاس اللي سهل جدا تتحرق لكن سهل جدا كمان تتنضف. هقول لكم النهارده هننضفها مع بعض ازاي. زي ما انتم شايفين في الاول انا شلت الفيشه بتاعه البوتاجاز، وبعد كده بدات انضف كل التراكمات اللي عليها. بصوا بقى انا سبته 3 اسابيع كامله لما الدهون بقت بالمنظر ده كده وتوسخ. كل اللي هتعمليه هتجيبي كيس من البيكنج باودر، والبديل بتاعه هو البيكنج صودا، وهتبتدي ترشي على كل البوتاجاز بالشكل ده، ولكن الحته اللي هي ماسكه الازاز من تحت دي بلاش ترشي عليها عشان خاطر الكربوناتو او المواد اللي زي كده لو نزلت على الالومنيوم بتخلي اللون بتاعها يتغير. فانا هبتدي ارش على كل البوتاجاز بالشكل ده كده. بصوا العلبه دي علبه سترس عندي فاضيه ما فيهاش اي حاجه، وانا قصدت ان انا اقلبها لكم كده عشان تعرفوا ان انا مش هستخدم سترس على البوتاجاز خالص. عمري ما استخدمت من ساعه ما جبت البوتاجاز ده عليه لا سترس ولا لايت ولا باور ولا اي حاجه من المواد اللي هي الصعبه دي على الستانلس. بخاف عليه جدا. انا حطيت عليه بس حوالي معلقتين من البرسيل الجيل، وممكن تحط على فكره الفيبا اي حاجه عندك منظف تمام. وبعد كده بتحط الميه المغليه وبتبتدي ترشي كل البوتاجاز بالشكل ده. الميه دي ميه مغليه. ليه ميه مغليه؟ عشان عايزه ميه سخنه. وعلى فكره ممكن لو الدهون اللي عندك على البوتاجاز بتاعك اصعب من كده، انا دي اقصى حاجه قدرت اوصل لها في خلال 3 اسابيع، وبصراحه ما قدرتش اسيبه اكتر من كده. ولادي كل ما يدخلوا المطبخ يقولوا لما انت سايبه البوتاجاز ليه كده شكله بشع، فبصراحه انا ما قدرتش اسيبه اكتر من كده، وانا نفسي كانت نفسيتي تعبانه منه جدا. لكن لو الدهون اللي عندك على البوتاجاز اكتر من كده ممكن تشغلي الفرن شويه عشان تدفي البوتاجاز من فوق وتعملي نفس اللي انا عملته معاكي دلوقتي. ولو البوتاجاز بتاعك ما فيهوش لمعه ممكن كمان تحطي ملح ليمون مع المواد اللي احنا حطيناها دي. لو هو بوتاجاز مط ما تعمليش كده. لو الستانلس بتاعك مط ما تحطيش ملح ليمون، يعني ممكن يعمل تفاعل على سطح البوتاجاز يسبب معاكي زي خربشه كده، او يعني الماده اللي هي المط اللي على البوتاجاز من فوق تتشال. المهم دلوقتي احنا خدنا كل العيون بتاعه البوتاجاز اهي، زي ما انتم شايفين العيون بتاعه البوتاجاز ده كلها من النحاس. ابتديت احط عليها ملح ليمون، بس عايزه اقول لك ان ملح الليمون ده البديل بتاعه انك ممكن تستخدمي الليمون، قشر الليمون المغلي او الليمون كله المغلي، تعمليه زي العجينه كده وتحطيه. ولكن ملح الليمون هيوفر عليكي الخطوات الكتير اللي انت ممكن تعمليها في الليمون. بالنسبه اللي انا بحطه ده دلوقتي كربونات الصوديوم ممكن تستغني عنها، مش ضروريه يا جماعه في تنظيف العيون النحاس. هتبتدي بقى دلوقتي تحط عليهم الخل، وبعدين هتحط عليهم كمان ده فيري. ابتديت احط عليه شويه من الفيري اهو، وبعدين احط عليه ميه مغليه. هتلاحظي طبعا ان في تفاعل، هتبتدي تشوفي كمان على وش الرغاوي دي ان بدات حاجات من العيون تطلع. فده بتسيبيه بقى على جنب كده مش اقل من ساعه، وتسيبيه براحته خالص يعني لغايه ما الميه تبتدي تبرد، وبعدين هنبتدي ننضفه مع بعض. انا هستنى لما التفاعل ده يقل خالص، وهكمل ميه مغليه من البراد بتاعي وهحطها زي ما انتم شايفين تحت الحوض كده لغايه ما تخلص تفاعل. بصوا بقى الفرش دي حلوه جدا جدا جدا، هي اختراع بجد. بتتباع في اي محل اواني منزليه، بيكونوا 3 فرش مع بعض ب 12 جنيه تقريبا او ب 10 جنيه على حسب المكان. والليفه الخشنه دي بس اوعي تحطي الليفه دي على البوتاجاز المط، اوعي تحطيها عليه لان هتسبب خربشه فظيعه. انا هعمل ايه بالليفه دي؟ انا الليفه دي هغسل بيها العيون، وكمان هغسل بيها الحوامل بتاعه البوتاجاز. شكلها رهيب رهيب لما دهون. انا كنت قرفانه وانا شايلاها. وعايزه اقول لكم يا جماعه ان الحوامل اللي هي الظهر متعبه، ولكن انا كنت بنضفها يوميا. كنت بنضفها انا كمان من النوع اللي يعني ممكن البوتاجاز بتاعي وانا بعمل حاجه يغلي عليه حاجه، فبقوم شايله الحاجه دي ركنها في جنب وانضف وارجعها تاني. فانا بالنسبه لي انا دي اقصى فتره في حياتي سبت فيها البوتاجاز بتاعي، ان شاء الله مش هتتكرر تاني. ولكن انا حبيت ان انتوا تستفيدوا من الفيديو ده واعرفكم طريقه تنظيف الحوامل الظهر دي. حوامل ظهر اللي الناس كلها بتشتكي منها انضفها معاكم النهارده بمنتهى السهوله. هي خدت مني وقت وخدت مني مجهود. وعلى فكرة بديل اللي انا بعمله ده كله انك ممكن تستخدمي السترس او الباور، ممتاز ممتاز ممتاز. ولكن انا قصده في الفيديو ده ان انا اعمل لكم مواد طبيعية عشان اقول لكم ان المواد الطبيعية برضو فعالة، ولكن بتاخد وقت. السترس ممكن تحطيه مش هياخد 10 دقايق وهتلاقي كل حاجة زي الفل مع التنظيف طبعا مش لوحدها يعني. ولكن المواد الطبيعيه دي بتاخد وقت، يعني ممكن تسيبيها ساعه كده، او ممكن تنقعي الحوامل كلها في ميه مغليه مع المكونات اللي احنا قلت لكم عليها اللي هي ملح الليمون وبيكربونات الصوديوم والخل والميه المغليه، بالاضافه لكمان شويه من الفري.
بصوا بقى بالنسبه للبوتاجاز انا باخد سلكه ناعمه يا جماعه. البوتاجازات دي ما يتحطش عليها سلكه خشنه. في فرق بين البوتاجازات اللي هي الستانلس بتاعها بيكون ناعم، دي استعملي اللي انت عايزاه عليها، مش هيحصل لها اي حاجه، ولو انها بتتخربش برضو خلي بالكم. بس الخربشه بتاعتها ما بتكونش عباره عن طبقه تانية بتكون فوق الستانلس زي البوتاجازات المط دي. انت لو تلاحظي ان دلوقتي بستخدم الفرشه الخشنه في الاماكن اللي بتكون تحت العيون نفسها، ولكن ما بستخدمهاش خالص خالص على البوتاجاز. البوتاجاز نفسه بستخدم السلكه اللي هي الناعمه. تمام. انا طبعا ما شغلتش الفرن عشان ادفي البوتاجاز من فوق، لو انا شغلته كنت هتلاقي البوتاجاز بتطلع الدهون بسهوله جدا جدا. عشان كده قلت لكم لو البوتاجاز بتاعك من النوع اللي الدهون لازقه عليه بطريقه رهيبه ممكن تشغلي الفرن شويه. بصي هنا كان في بيض متكسر مني فانا ما شلتوش، بقول لكم سبت البوتاجاز زي ما هو عشان انضفه معاكم وتشوفوا ان طريقه تنظيفه برده سهله مش صعبه. عملته بظهر الفرشه اللي معايا. ما تعمليش ابدا بالفرش دي على الستانلس لانها هتخربشه وهتبوظه معاكي، والطبقه دي اصلا اللي هي بتكون مط دي بتكون فوق الستانلس اللي هو التاني، يعني بتكون طبقتين فوق بعض. انا جبت بقى دلوقتي فوطه وميه دافيه وهبتدي امسح الحاجات الفتافيت اللي انا مطلعاها من البوتاجاز من فوق. في حاجه كمان عايزه اقولها لكم، الفرش دي حلوه جدا جدا في انك تغسلي اماكن المسامير والاماكن. شفت الغرف بتاعه الاحتراق اللي هي في البوتاجازات دي، الغرف دي نفسها بتكون في تجويف بينها وبين العين نفسها. فانت بتخشي بالفرشه كده، وبلاش تكون الفرشه يعني الاماكن دي ممكن تستخدمي فيها فرشه خشنه عادي لان هي من جوه بتكون الومنيوم. فانت هتمسحي المكان كويس وبعد كده تغسليه بالفرش دي. الفرش دي في 3 فرش فيهم واحده ناعمه، فاستخدمي الفرشه الناعمه. لو لقيتي في حاجات مش عايزه تطلع ممكن تستخدمي الخشنه في الاماكن اللي زي المسامير اللي انا بستخدمها فيها دي. ونخلي بالنا واحنا بننظف من الاشعال، لان انت ضغطتي جامد على الاشعال ممكن يتكسر معاكي وخلاص كده الاشعال بتاعك هيكون باظ. الحركه دي بكررها حوالي 3 مرات. يعني في البدايه كده انا كده اول مره يعني اول غسله للبوتاجاز، وطبعا ما تقنعنيش بقى ان البوتاجاز هيكون متوسخ معاكي بقاله فتره طويله. انا قلت لك البوتاجاز ده انا سبته 3 اسابيع، ف3 اسابيع انت متخيله يعني البوتاجاز اتمرمط بجد. فطبعا تنظيفه مش هتقعدي بقى تقشطي بمواد تكون جامده زي سكاكين وبتاع، ده ممنوع خالص تحطي على البوتاجاز اي ماده حاده او اي حاجه زي السترس تكون ماده صعبه زي كده. البوتاجازات المط ليها نظام وتعامل خاص. يفضل طبعا بعد كل طبخه ان انت تشيلي الحوامل بتاعتك تغسليها، او على الاقل في نهايه اليوم لو انت مش قادره بعد كل اكل. يفضل لو انت بتقلي حاجه ان انت تغطي، لان انا بعمل كده دايما لو بقلي حاجه بغطي الاماكن اللي انا مش بستخدمها وببتدي استخدم في المكان التاني، وبعد ما بخلص بشيل الحامل اللي انا كنت بقلي في الناحيه بتاعته وبغسله. وطبعا بغسل اي مكان اتعرض للزيت عشان البوتاجاز بتاعي يفضل نظيف بعد كل اكل. لو انت مش قادره بعد كل اكل يبقى تعمليه مره قبل ما تنامي كل يوم عشان تقدري تحافظي على الحوامل. بسمع ناس بتقعد تقول الحوامل صعبه، الحوامل مش عارفه ايه. والله العظيم الحوامل دي عمرها ما غلبتني في التنظيف، ولكن بشرط ان انت تكوني في اعتناء كامل بالبوتاجاز بتاعك كل يوم. غرف الاحتراق اللي جوه دي بشوف ناس عندها الاماكن دي بتكون غامقه جدا، طبعا على حسب ما انت بتنظفي. كمان عايزه اقول لكم ان المكان اللي هو فيه الغرف بتاعه الاحتراق دي بتكون الومنيوم. العين اللي في النص دي ناس كتير جدا بتشتكي منها. العين دي تنظيفها سهل جدا، ولكن هتستخدمي لها فرشه تكون مخصصه للاماكن اللي زي كده. واللي خلى اللون يبقى غامق معايا في الغرفه اللي هي في النص دي ان انا استخدمت عليها السترس خلى لونها غمق. فدايما الالومنيوم بلاش تستخدمي عليه المواد الصعبه اللي زي كده. بشوف ناس كمان بتنقع الحاجات بتاعتها دي في ملح ليمون. ملح الليمون غلط تنقعي فيه العيون بتاعه البوتاجاز على الحاجات الالومنيوم اللي بتكون كمان في غرف الاحتراق، هتلاقي اللون معاكي غماء. لذلك الالومنيوم له طريقه تنظيف مخصوصه ان شاء الله باذن الله. هحاول برضو ابقى اعمل البوتاجاز بتاع ماما، لان البوتاجاز بتاع ماما والعيون بتاعته كلها من الالومنيوم. هبقى اعمله معاكم باذن الله لو لقيت تشجيع منكم للفيديو دوت ولقيت لايكات كتير وشير كتير. هحس ان انتم مهتمين بالمحتوى، فان شاء الله برضو هعمل معاكم البوتاجازات التانية اللي هي الستانلس العادي مش المط، وكمان اللي هي العيون بتاعتها من الالومنيوم هقول لكم بيتنضفوا ازاي. دي اخر مره بقى هغسل فيها البوتاجاز، يعني مش اخر مره في حياتي، يعني اقصد ان دي اخر يعني مره. انا غسلت كده مرتين، المره الاولى كبيت الميه المغليه مع المكونات اللي قلت لكم عليها، والمره التانية برضو كبيت من نفس الخليط اللي هو عباره عن الخل والميه المغليه مع البرسيل. ممكن تستخدمي اي منظف عندك، مش شرط خالص ان انت تستخدمي البرسيل الجيل يعني. هبتدي بقى اغسل كمان الازاز بتاع البوتاجاز بالشكل ده، ومن ورا وكمان من قدام، وبغسل كل اتجاه في البوتاجاز من فوق ومن تحت من كل حته، حتى من ظهر البوتاجاز زقيه واغسلي من وراه عشان ما يتراكمش عليه الزيوت والدهون. ومروان كالعاده جاي في وقت غير مناسب عايزني اقرا له كلمات الانجليزي، فانا زحلقته بقى قريت له كلمه وقلت له يلا الزحلق يا حبيبي. المهم زي ما انتم شايفين كده انا بغسل الاماكن برضو بالسلكه، الاماكن اللي هي فيها اماكن غرف الاحتراق. ولو في حاجه بقى عند يعني الغرفه نفسها من بره او من عند المسامير زي ما قلت لكم بالفرشه اللي هي بتاعه البوتاجاز، موجوده في كل المحلات بتاعه الاواني المنزليه.
كده خلاص انا غسلت البوتاجاز كله من فوق ما شاء الله بقى زي الفل. وزي ما انتم شايفين الاماكن الضيقه اللي زي غرف الاحتراق، المكان اللي في النص ده بيكون فيه 3 غرف. فانا بمسك الفرشه كده وببتدي اغسل في الاماكن دي، او ممكن ادخل كمان السلكه في المكان الضيق ده واغسلها لو ما عندكيش الفرشه دي يعني. وتمام كده ابتديت كمان امسح الازاز والالومنيوم. اوعوا تحطوا على اي جزء في الالومنيوم اللي ماسك الازاز من فوق او من تحت تحطوا عليه الباور او اي حاجه من المواد اللي هي الجامده دي، لانها هتلاقي لون الالومنيوم بتاعك اتغير خالص، وهتضطري بعد كده تصنفريه عشان ترجعيه لونه الطبيعي. وبعد كده بعد الصنفره هتلاقي سهل جدا يتراكم عليه الدهون بعد كده لانه بيخشن. انا هنا جبت كمان ميه نظيفه تاني، وهبتدي الم كل الصابون اللي على البوتاجاز، وكمان هنضف الاماكن بتاعه الغرف الداخليه دي. وهبتدي اشطف كده البوتاجاز تشطيفه حلوه جدا من فوق لغايه ما تلاقوه بقى ايه، ما شاء الله بقى زي الفل. وانتوا شايفين طبعا بنفسكم ازاي الستانلس طلع لونه في منتهى الجمال، ومن غير كمان طبعا اللي هي اللايت والباور والمواد دي. طبعا زي ما انتم شايفين المكان ده انا قصدت ان انا اجيبه ازاز، هتلاقوا فيه منه استانلس وهتلاقوا فيه منه الومنيوم. الالومنيوم طبعا استبعدوه خالص، البوتاجازات اللي تلاقوا المكان ده الومنيوم ما تجيبوهاش، واللي تلاقوه ستانلس هاتوها ماشي تمام. بس انا بحس ان بيتراكم عليها الدهون اكتر من الازاز. انا حبيت الازاز جدا، وطبعا انا قعدت سنه كامله زي ما قلت لكم افكر اجيب بوتاجاز ايه لغايه ما رسيت على لاجرمانيا ده، وكنت عامله لكم عنه ريفيو كمان. وما شاء الله هو حلو جدا جدا بجد، من البوتاجازات اللي انا حبيتها جدا. هو بس مشكلته معايا ان الفرن بتاعه له طريقه كده في تشغيله، يعني ان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه برضو هبقى اقول لكم ايه المشكله اللي هي واجهتني فيه وايه عيوبه وايه مميزاته. انا طبعا بشطف كده عشان انا فاصله الكهرباء، لكن اوعي تعملي كده والكهرباء موجوده، ممكن يحصل بقى ايه يعني كل حاجه في الكهرباء بتاعته هتبوظ لو انت مشغله وفي نفس الوقت بتعملي بالميه زي ما انا بعمل كده. جناب البوتاجاز كمان بغسلها زي ما انتم شايفين بنفس المواد اهي، وكمان الرجول بتاعه البوتاجاز وحوالين البوتاجاز. عايزه اقول لكم ان المواد دي ممتازه جدا جدا في غسيل اي دهون متراكمه في البوتاجاز من تحت او الرجول او اي حاجه زي كده. انا ليه ما بكبش ميه على البوتاجاز من فوق؟ عشان خاطر سطح البوتاجاز بيكون تحته على طول عازل حراري، فاوعي تكبي ميه على البوتاجاز من فوق عشان العازل بتاعك هيبوظ. كده بقى احنا مسكنا الحوامل اهي بعد ما سيبناها فتره. عايزه اقول لكم ان الحوامل دي كمان لو اصعب من كده كمان ممكن تغسليها بطريقه جميله، ان انت تغلي ميه وتغطسيها كلها فيها وتحطي بقى اي مكونات عندك، ملح، ليمون، بيكربونات الصوديوم، خل، ملح عادي، شويه فيبا، استخدمي اي حاجه موجوده عندك. وممكن تستخدمي نشادر من عند العطار، وممكن تستخدمي الباور. رهيب يا جماعه في تنظيف الحوامل دي بجد رهيب. لكن زي ما قلت لكم انا قصدت ان انا اعمل معاكم المره دي بمواد طبيعيه، ولكن الباور والحاجات دي بيجيب معايا من الاخر. يعني لما اكون بعمل حاجه زي محشي وفار على البوتاجاز، او بعمل اكلات دسمه وفارت معايا على البوتاجاز، فطبعا انتوا عارفين ان الكوش دي او اسمها ايه، الحوامل، اول حاجه بتتاذى من الحاجات اللي بتفور على البوتاجاز وبتلاقوا لونها مع طبعا مع النار على ما يستوي الاكل بتكون اتغيرت. اعملوا بقى رشوا عليها بالسترس او بالباور او بالحاجات اللي هي القويه دي، ودي ما تخافوش عليها بالذات الحوامل دي ما تخافوش عليها، وسيبوها شويه هتلاقوها نطفت وبقت زي الفل من غير ما تستخدموا الطريقه اللي انا استخدمتها دي. الطريقه دي خدت مني وقت ومجهود شويه وضغط وكده، لكن هي طريقه طبيعيه ناس كتير جدا بيطلبوها، خاصه لو كانوا حوامل مش عايزين يستخدموا المواد اللي فيها ريحه النشادر، لان بيخافوا يعني ان هي تأذي الطفل او تأذيهم هم شخصيا، او ناس كمان بيكون صدرها تعبان ما بتتحملش الروائح دي فبتحب الحاجات الطبيعيه دي. فالحاجات دي حلوه جدا جدا في التنظيف. ولكن زي ما قلت لكم لو مغلباكي قوي نقعيها في ميه مغليه، وفي نفس الوقت حطي معاها المواد دي وملح ليمون، هتلاقيها في منتهى الجمال ونطفت وبقت زي الفل. الفرش دي حلوه جدا جدا، استخدمي منها الخشنه في الحوامل. لما تلاقي مثلا منطقه في الحوامل كده لونها مغمق شويه او قلبه على بني، هتستخدمي بقى فيها الفرشه اللي هي الخشنه دي اللي بتيجي زي ما قلت لك فرش البوتاجازات، ونضفي بيها هتلاقيها بقت ايه، بقت زي الفل. وما شاء الله شايفه جمالها ونظافتها عامله ازاي، بتبرق والله بجد من كتر النظافه بتبرق. تعالوا بقى اوريكم المعجزه دي بجد هتعجبكم جدا جدا. على فكره انا كنت هقطع لكم الفيديو دوت، يعني هعمل لكم ده تنظيف الكواش لوحدها وتنظيف الحوامل لوحدها واللي هي العيون بتاعه البوتاجاز لوحدها، ولكن انا حبيت اجمع لكم كله، يعني كل طريقه تنظيف البوتاجاز في فيديو واحد. وقلت فاضل الفرن هنضفه معاكم مره تانية عشان ما يبقاش الفيديو كمان اطول من كده. بس انا بجد عايزه اوريكم سحر مفعول ملح الليمون على النحاس، يعني حاجه ولا سحر ولا شعوذه، هتشوفوا بنفسكم دلوقتي الشكل بقى عامل ازاي. انا كده بغسل القطعه اللي هي بتكون فوق العيون نفسها، اللي هي القطعه هي دي مش عارفه ساق تقريبا ولا ايه مش عارفه، او حديد تقريبا حديد. هغسلها اهو بالشكل ده، وبعد كده هسيبها تتصفى. وبعد كده كمان هغسل كل بقى الحاجات اللي بتكون فوق العيون نفسها، وهمسك بقى دي. بصوا بقى الشكل، انا يعني انا شهادكم شهاده حق بجد والله. بصوا منظرها عامل ازاي قبل وبعد، هتتصدموا بجد من الشكل. كل واحده عندها دلوقتي عين من عيون البوتاجاز بتاعتها
نحاس هتقوم تنقعها في شويه ملح ليمون وميه مغليه وهتدعي لي، والله هتدعي لي. انا عايزه اقول لكم ان انا دي بعد تجارب يعني مريره والله العظيم بعد تجارب مريره. يعني انا مره نقعتهم في خل وبيكربونات الصوديوم ما نطفوش، حطيت عليهم كمان الفلاش لا مش فلاش يا ربي، حطيت الباور، عارفين الباور طبعا ماده قويه جدا، وحطيت السترس، وحطيت حاجه بتتباع تبع مايوي كده اسمها ايه يا ربي، آه، اللهلوبه. حطيت اللهلوبه كمان وسبتها شويه، ابدا مستحيل ابد ابد ان هي تتنضف بالطريقه اللي انا نضفتها بيها دي. لكن بصوا بقى ملح الليمون، يا الله على طريقه تنظيف ملح الليمون في النحاس، رائع رائع رائع. بصوا الجمال. انا لسه كمان هغسلها تاني، يعني هوريكم كمان حاجات صعبه واتغسلت، وشوفوا تنظيفها بقى عامل ازاي. انتم بنفسكم هتشوفوا الفرق، يعني ده لا قوة الا بالله. انا عايزه اقول لكم ان العيون دي كانت محروقة من الزيوت. انا مش شوفي شكلها بجد، بتبرق بجد كأنها والله لسه خارجة حالا من المعرض من جمالها. بصوا يا جماعة، البوتاجازات الجرمانية دي في منها على فكرة ألمونيوم العيون، وفي منها اللي هي النحاس. انا قصدت ان انا اجيب النحاس عشان تعيش معايا اكتر، ولما اتحرقت مني وجربت فيها حاجات كتير ما نطفتش، انا قلت يا ريتني كنت جبت الالومنيوم وخلاص. بس الالومنيوم خفيف على فكره، يعني بيحصل تاكل سريع في العيون، وبتحتاجي تغيريها بعد فتره وكده. لكن انا لما قالوا لي في المعرض، يعني قالوا لي ان انا في منها كذا، لان أنا كنت رايحه اصلا عشان اجيب نسيت اسم البوتاجاز اللي كنت رايحه اجيبه، حاجه تبع فريش، وكانت العيون بتاعتها كانت نحاس برضو، فهم قالوا لي فيه من لا جرمانيا اللي انت عايزاه نحاس، فجبت اللي هو النحاس. تمام. ومع كل مره كنت بقلي فيها حاجه مثلا او بيفور حاجه فيها دهون على العيون بتاعه البوتاجاز، كنت بزعل جدا، كنت بقول يا ريتني جبت بقى اللي هو الالومنيوم، لان النحاس ده ما بينضفش. يعني كان بالذات العين اللي انا ماسكاها دي اللي هي في النص دي كانت معقداني، لغايه ما في مره كده قعدت مع نفسي، كنت بالليل بقى والعيال ناموا، قلت خلاص بقى مع نفسك بقى جربي وفكري كده وايه، وشوفي ايه اللي هيحصل. جربت كذا طريقة والله العظيم بجد، جربت كذا طريقة لغاية ما لقيت طريقة فيهم نجحت معايا. قمت مصوراها كذا صورة كده، قمت بعتها حتى يومها لمرات اخويا، قلت لها بصي عيون البوتاجاز بقت عاملة ازاي. كنت غسلت بس اللي هي اللي في النص دي، فهي قالت لي ما شاء الله شكلها بقى تحفة. عملت فيها ايه؟ قلت لها بس غسلتها بملح الليمون. قالت لي معقول ملح الليمون نضفها كده؟ انت كنت هتوديها بره تتنضف. قلت لها شفتي المنظر؟ رهيبة. فقلت لا، لازم اعرف حبايب قلبي على الطريقه دي بجد، والله العظيم هتدعوا لي عليها، جربوها، روعه روعه روعه. وما استخدمتش عليها اي حاجه غير ملح الليمون بكربونات الصوديوم والخل، واي منظف عندك زي الفيبا او اي حاجه. بصوا بقى الفرق بين دي ودي عامله ازاي، حاجه كده خرافه بجد، تحفه. شوفوا الشكل ده وشوفوا الشكل ده، ده اللي مغسول وده اللي مش مغسول. انا راضيه ذمتكم، يعني شوفوا المنظر ده، شوفوا المنظر ده تحفه. وعلى فكره ممكن بعد ما تغسلوها بالطريقه دي تحطوها كمان في ميه مغليه وفيها كركديه، هتلمع كمان اكتر مما انتوا شايفينها كده. بس انا عشان كنت مستعجله على الفيديو فانا حبيت اوريكم ان هي بتنضف بس بمجرد ملح الليمون بتنضف. وكمان الاماكن المشنشره اللي بيخرج منها الشعلة بتاعت النار يعني وكده، اللي هي الفروقات اللي بين العيون دي، تعمليها بالفرشة اللي هي الخشنة دي، بتبقى برضو زي الفل. زي ما انتوا شايفين انا ما استخدمتش بس غير الليفة اللي هي الخشنة، اللي هي سلك المواعين الخشن اللي بيتباع القطعة بنص او بجنيه، وبس الفرشة اللي هي الخشنة. وما شاء الله رجعت العيون بتاعتي بقت زي الفل، مبسوطة قوي انا بجمالها. كل شوية اقعد اصور فيها وابص لها بقى كأنها نجم سينمائي بالنسبة لي. هخلص بقى انا كل دول وتعالوا نشوف البوتاجاز هنلمعه ازاي دلوقتي. بصي بقى، لو عندك اي خل، انا بحب خل التفاح لانه هو قوي شويه، لكن لو عندك اي خل استخدميه عادي. هتجيبي بقى فوطه كده نظيفه وهتبتدي تلمعي بخل التفاح. في بنات كانوا اشتكوا ان البوتاجاز اللي هو البوتاجازات المط دي بيظهر فيها خطوط او نقط بيضة. تمام. حصلت معايا اول ما اشتريت البوتاجاز، وكنت زعلانه جدا في اليوم ده، كنت عامله محشي والدهون بتاعه المحشي نزلت على البوتاجاز، وبعد ما نضفته طبعا مع تشغيل النار في الوقت اللي نزلت فيه الدهون دي على البوتاجاز، لقيت ان البوتاجاز ما نضفش انا في اليوم ده بجد كنت يعني عيطت والله. قلت يا نهار ابيض، بوتاجاز شاريه ب 8600 جنيه يبوظ في ثانيه كده، ايه اللي حصل؟ المهم لغايه ما ايه، يعني فكرت ان انا اغسله بالملمع بتاع الزجاج، لقيته شويه يعني رجع شويه اللون اتظبط شويه. وبعد كده بقى ما عجبنيش برضو اللون بتاعها، اسكت انا بقى لا ما اسكتش، قعدت ابحث تاني ابحث تاني لغايه ما توصلت ان الخل حلو جدا للبوتاجازات اللي هي الستانلس بتاعها المط، اللي هو نفس الدرجه اللي انتوا شايفينها دي. ففعلا بقيت ابل فوطه كده، وكل مره بعد ما انضف البوتاجاز امسح. وانتي كمان لو عندك بوتاجاز مط اعملي زي ما بقول لك كده. بصوا يا جماعه الانبهار بجد، يعني بجد تحفه تحفه. شايفين شكل العيون ما شاء الله؟ انا حاسه كأن البوتاجاز لسه طالع من المعرض على الجمال ده، يعني لان انا
يعني اول مره اعمل كل عيون البوتاجاز المعها بالشكل ده. انا طبعا بغسلها عادي زي اي حد، يعني بغسلها عادي بالصابون بتاعي العادي، وبحطها، ولدرجه ان انا كمان حطيت عليها الباور مره ما رجعش للون بتاعها اللي هو المذهب ده. وهو مش لون، هو نحاس، هو نحاس طبيعي يعني بعد تجربه سنه كامله. ده نحاس يا جماعه، لان في شركات بتقعد تقول لك لا ده نحاس وبيطلع في الاخر مش نحاس. امسكي الكوشه بتاع العين نفسها، لو لقيتيها تقيله قوي هتعرفي ان هي نحاس، لو لقيتيها خفيفه تعرفي ان هي الومنيوم مطلي. تمام. ده اللي قالوا لي عليه كمان في المعرض، وانا شاريه من معرض محترم اللي هو عوض سراج. اكيد كلكم بتعرفوا المعرض ده يعني. يعني اهل المنصوره، وهو على فكره له اكتر من فرع في المحافظات. حطوا اللايك بقى، حطوا اللايك بعد التعب ده، واستنوني في الفيديو بتاع الفرن ان شاء الله، برضو هنضفه مع بعض، وهقول لكم تنظيف الفرن هتكون غير التنظيفه اللي احنا نضفناها البوتاجاز من فوق. هستخدم معاكم برضو مواد طبيعيه، ولكن هتكون غير المواد اللي احنا استخدمناها دي خالص، اللي هي متوفره معانا في كل بيت. مش هحاول اصعب عليكم برضو، بس يعني تابعوني ان شاء الله في الفيديو بتاع غسيل الفرن. كده بقى انا مسكت فوطه نظيفه اهوت، وبدات امسح في الازاز كمان بتاع الشاشه دي تاتش على فكره، اللي هي اللي فوق دي. البوتاجاز ده اصلا ديجيتال. فهبتدي بقى امسح في العيون. على فكره انا كنت فكيت العيون دي قبل كده يعني كذا مره، ولكن انا مش حابه افكها كتير، لان انتوا عارفين نظام السوسه دي وكده، ممكن في ثانيه سوسته ما ترضاش تركب معاكي بوضعها الطبيعي تاني. عشان كده غسلتها معاكم على نفس الوضع دوت. مروان بيقول لكم حطوا لايك اهو، ما تنسوهوش عشان ماما تعبت. حطوا اللايك، حطوا اللايك، حطوا اللايك. بصوا، عشان عارفه ان في ناس كتير هتسالني البوتاجاز بتاعك نوعه ايه. هو لا جرمانيا الايطالي، ولكن هو انا جايبه اللي هو تقفيل مصري، يعني القطع بتاعته كلها ايطالي، وبالفعل كل القطع بتاعته مكتوب عليها ميد ان ايطالي، ولكن متقفل في مصر. الفرق بينه وبين البوتاجاز التاني يعني فرق شاسع في السعر، ولكن ده بوتاجاز الفينش بتاعه والتقفيل وكل حاجه فيه ممتازه. تمام. النوع بتاعه لا جرمانيا موديرنا، واللي هو الكوش بتاعته نحاس، لان في منه 3 موديلات. ده الديجيتال بتاعه او اعلى حاجه في الموديرنا. تمام. وكده خلاص وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا النهارده، واتمنى ان انتوا تكونوا استمتعتوا بيه. هوريكم دلوقتي النار بتاعته. طبعا هو بيجي شغال على الغاز الطبيعي، ما بتحتاجيش ان انت تجيبي الشركه عشان تغيره اللي هو الانبوبه. اشوفكم في الفيديو الجاي، ومع الف سلامه.